أن المنتخب الوطني يحقق فوز كبير وعريض على منتخب باكستان ب7 أهداف دون رد. الحمد لله. حلو في المباراة هاي انه يعني الكابتن حسين عموته شاهد الاوراق اللي عنده اللي ممكن انه يعتمد عليها لاي متغيرات في المباراة القادمة مع طاجكستان مع السعودية. وقف على مستواهم. الحمد لله المنظومة كاملة بتشتغل بود بحب، في تفاهم، في تناغم. كانوا على قدر المسؤولية. إن شاء الله الفرحة الكبرى هي بالانتصار على منتخب طاجكستان وضمان بطاقة التأهل للدور الحاسم لكأس العالم. كابتن مصطفى، اليوم يعني شاهدنا إحدى المباريات المغايرة عن المباريات الماضية من حيث إجراء التبديلات والأوراق الرابحة الكثيرة والمتعددة كما تحدث الكابتن ثابت عبيدات، مثل مشاركة أبو زريق شرارة، مثل مشاركة بوجبا اليوم. يعني هذه تحسب اليوم في مثل هذه المباريات نوعا ما. شوف، أول شيء بنحكي ألف مبروك للمنتخب وألف مبروك للجمهور اللي حضر اليوم. للأمانة له دور كبير، كان الداعم الحقيقي كان اليوم للاعيبة المنتخب. يعني حتى بدليل بنشوف اللعيب لما يجيب الجول دائما بيأشر للجمهور، ويعني يعني كان له دور. حضور سمو ولي العهد كمان له دور. الأمير علي، الاتحاد، كله خلف المنتخب. طبعا احنا زي ما تفضلت انت الكابتن حسين عموته، احنا بنعرف انه هو مدرب صاحب فكر وصاحب انضباطيه داخل الملعب. ودائما الفكر الانضباطي مش بالسهل انك انت تغير من الى، ولكن اليوم شفنا الكابتن عموته بيثبت انه في مرونه تكتيكيه عنده في حال اراد. يعني اليوم شفنا التبديلات هي تغيير تكتيكي ومرن، يعني من 3-4-3 قلب الطريقه ل 4-2-3-1، غير بالتشكيل، غير بالاسلوب. شفنا احنا الشوط الاول مع 3-4-3 كان شوي في نلعب على الطويل ونلعب، لكن الشوط الثاني بعد الدقيقه بعد التبديلات شفنا اللعب على الارض بشكل اعلى، شفنا الخيارات الهجوميه، شفنا الكثافه العدديه داخل ال 18 بشكل اعلى. اذا الكابتن حسين عموته له فكره الخاص فيه، مش دائما زي ما بيحكوا بقول لك انه ننتقده ليش ما بدل. هو في فكر عند الكابتن حسين عموته، في له غايه، في له اهداف. دائما لازم اللي بده ينتقد يعني يصبر اول شيء، يشوف انه التغييرات. اليوم شفنا تغيير طريقه كامله، تغيير من 3-4-3 ل 4-2-3-1، وهذا الشيء مو سهل على فكره انك انت تعمله، بس شفنا احنا المرونه التكتيكيه عند اللاعبين وعند الجهاز الفني. فالف مبروك احنا بنحكي للمنتخب الوطني وللاعبين الابطال. الانسجام العالي اللي شفناه اليوم للامانه، يعني لو اي واحد مكان الكابتن حسين عموته، الثلاثي اللي موجود قدام، عمليه الانسجام اللي بيناتهم صعب انك تدخل ناس يعني بيناتهم، صعب جدا. يعني اي مدرب فكر الانسجام عالي جدا جدا بين تعمري يزن علي علوان ومرضي معاهم. يعني منظومه صعب تفكر انت بسهوله انك تعمل تبديل، صعب جدا. ليش؟ لانه فريق ماشي وفريق بيخلق فرص وفريق عامل وحافظين بعض. والدليل ان شفت انت هدف علي علوان، يزن انعامات مع علي علوان، اخذ له الاوفر لاب من وراه، سحب اللاعبين، حط تواجد موسى التعمري. شفنا اليوم كمان، شفنا اليوم مكان جديد لموسى التعمري اللي هو راس الحربة الصريح. شفنا انه كم من هدف سجل. فقلت لك الانسجام الثلاثي هذول الموجود بالامام صعب انك انت تيجي تقول انا بدي اغير طريقه مشان مثلا اشرك لاعب او لا. في فكر عند المدرب يعرف وين يشرك وين يعمل وين لانه الانسجام اللي واصلينه اللاعبين هو نجاح وسر المنتخب الوطني للامانه. كابتن ثابت، يعني كما تحدث الكابتن مصطفى عربيات وفنيا عندما نتحدث، وخلال فترات من هذه المباراة اليوم نستذكر ونفكر كثيرا بمباراة طاجكستان ستكون هنا في استاد عمان الدولي بمثل هذه الظروف، واليوم ترتيب النقاط يحتم علينا الفوز على طاجكستان. مباراة مفصلية. فنيا هل المنتخب بالجانب الهجومي بالشكل العام مطمئن؟ اكيد طبعا هو بالجانب الهجومي كثير مطمئن، بس انه احنا كمان طبيعه المنافس مرات بفرض عليك اللعب بالفرديات الاعلى شوي. انت اذا بتيجي على مباراه طاجكستان لا بدك